من يومين عملت فيديو برد فيه عن النشطاء السياسيين اللبنانيين اللي نزلوا قدام السفارة المصرية في لبنان وهتفوا هتافات مسيئة لمصر ومسيئة لرئيس مصر. الفيديو زعلهم جامد قوي رغم اني ما ذكرتش فيه غير حقائق. المهم ان انا لقيت واحدة على منصة اكس خدت الفيديو ده وحطيته عندها وقالت ردوا على الشرشوحة دي وحطت لينك البروفايل بتاعي، وكان الرد واصل بصراحة. حسسني ان انا كنت مقصرة معاكم في الفيديو قوي الصراحة، ما كنتش متخيل ده لو انا شرشوحة كده امال انتوا تبقوا ايه؟ ده انتوا تبقوا قدوة في الشرشحة. المضحك في الموضوع ان انا لقيت رجل الاعمال الكبير نجيب ساويرس عامل ريتويت تاني لنفس الرد بتاع البنت وبيقول لها هي لا تمثلنا ولا تمثل الشعب المصري. الحقيقه يا استاذ نجيب انا فعلا لا امثل حضرتك لاني امثل نفسي وامثل اي حد ممكن يوافقني في الرد، لكن انا عارفه ومتاكده كويس قوي ان انا لا امثل عديم الشرف، لا امثل المنبطح، لا امثل اي حد ما عندوش كرامه. فممكن حضرتك تختار ساعتها انا امثلك او لا امثلك، دي حاجه ترجع لك انت براحتك. ورغم انك المفروض كنت تبقى موضوعي وتحاول تشوف ايه الفيديو اللي انا كنت برد عليه اللي انا اخترت اقل جزء فيه اساءه عشان ما ساهمش في زياده الشير والمشاهدات على الاساءه لبلدنا ورئيسنا، لكن انت ما كنتش موضوعي بالمره. حضرتك وافقتهم ان انا شرشوح. الحقيقه ان انا كنت مزوده عيار الشرشحه شويه بس عشان حاجه مهمه جدا والله، عشان يفهموني. ما هو الشرشوح لو كلمته بادب مش هيفهمك. ولو عايز تشوف الشرشحه هبقى ابعت لك سكرينات شوت من الردود بتاعتهم اللي جات لي. انت عارف ان مفيش ولا لبناني قال لي ان الناس اللي طلعت وشتمت واساءت لبلدك ورئيسك دول لا يمثلونا؟ تخيل كلهم داخلين يدافعوا عنهم. انا دي حاجه بحترمها على فكره، يعني انا بحترم ان لما يبقى في حد بيهاجم بلدك ان كله يقف يصد. فايه راي حضرتك بمناسبه الحميه والعرق الصعيدي لما حد يهاجم بلدك ورئيسك حتى لو مختلف معاه ان انت تقف وترد عنهم؟ طب يا سيدي مش عايز تخسر فولورز، عايز تحافظ عليهم ومش عايز ترد، على الاقل سيب اللي عنده كرامه يرد، سيب اللي ما يهموش لا فولورز ولا كل الكلام ده يرد. ولا انت عايزنا كلنا نسكت على الاهانه؟ انا بعتذر لحضرتك ان انا شخص عنده كرامه شويه وعندي دم حامي شويه، فما بستحملش اشوف اساءه لبلدي او لرئيسي في اي حته، لاننا شعب محترم. انت عمرك ما هتشوف اي مظاهره طلعت في مصر لا تشتم دوله عربيه شقيقه ولا تشتم في رئيسها ابدا. فاحنا حقنا نرد الاهانه وحق الرد مكفول يا باشا. عارف يا فندم انا بعتبرك قدوه، عشان كده كنت بتمنى دايما اشوف لك موقف مشرف وطني، اللي هو ما تستحملش الاساءه على بلدك، اللي هو واقف في ظهر بلدك. اللي يا اخي دايما كل مواقفك زي القرع تمد البر. مره تقول هجيب للسوريين جزيره يعيشوا فيها، مره تقول لو سمحتوا دخلوا الفلسطينيين يتعالجوا وهم بيخشوا يتعالجوا. ده بدل ما تقول شكرا لبلدك ان هي مدخله عشرات الالاف بالمرافقين بيتعالجوا على نفقتها، لا خالص انت ما توضحش حاجه زي كده، لكن تحب دايما تتك على بلدك. نتكلم على المناخ الاستثمار في مصر، نتكلم ان اللي بيرد الاهانه لا يمثلنا، لكن تيجي تكلمنا مثلا عن مناخ الاستثمار في المانيا وشركتك اللي فلست هناك، لا طبعا مش هتكلمنا عن حاجه زي كده. استاذ نجيب فيديو الاهانه عند حضرتك وطلبت منك تقول لي هيبقى ايه ردك عليها. اتفضل ورينا ايه رد حضرتك على اهانه بلدك ورئيسك في دوله لبنان الحبيبه.